السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا ديما بصحه جيده يا ربي، ونلقاكم لا فيديو ديالي باحسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه فاتي تي في. كيف ما عودتكم ديما كنجيب لكم حلقات على مسلسل خط الرجعه. اليوم نقدم لكم بعض الاحداث اللي غادي تشاهدوا في الحلقات الاخيره. غادي تشوفوا هشام اللي غادي يولي يقول لمروه بلي الام ديالك راه دايره شي حاجه، هادشي علاش تزوجات با عمر. وغادي يبدا يقول لها بلي كيفاش ان الام ديالك يعني ما كيباتش عندها با عمر، با عمر كيمشي يبات في ظهره. فهنا غادي يبدا يدخل لها الوسواس لراسها، لان هشام من الغرض ديالو ان مروه تفارق مع الام ديالها بصفه نهائيه. يعني هشام جا باش ينتقم. هادشي علاش جا هشام، يعني باغي يدمر حوريه، يعني انتقم منها، شفتو انه ضحك عليها، وفي التالي باغي يفارقها مع البنت ديالها. فهنا غادي يبدا يدخل لها دوك الوساوس الراس، وغادي يقول لها بلي هي دايره شي فضيحه. فهنايا مروه غادي تشك، وغادي تقول غادي تجي عند الام ديالها، غادي تقول لها اشنو كاينه ماما، علاش با عمر يعني ما كيباتش في الدار. فهي غادي تبدا تقول لها راه بنتي ما كيبغيش يخلي بنته بوحده في الدار، هادشي علاش كيمشي بالليل. من بعد با عمر يعني غادي يقول الحوريه انها تقول لي شكون هو الاب ديال الطفل، ولكن حوريه غادي تدور فيه، غادي تقول لي هادشي ما كيهمكش. انا النهار الاول قلت لك نتزوجوا انا وياك، وغادي نعطيك الفلوس باش تخرج ولدك حمد، ولكن تسولني شكون هو الاب ديال الطفل ديالي، ما عندكش الحق في هادشي. فهنا با عمر صافي غادي يسكت، ما غادي يقول لها مازال حتى شي حاجه. ولكن هنايا غادي تشوف اخوتي ان هشام فاش ما غاديش ينجح ان الحوريه يفارقها مع البنت ديالها. فهنايا غادي يجي عند حوريه، وغادي يطلب منها انها تفارق مع بنتها، يعني ما تبقاش تجي لعندهم. فهنايا غادي تصدموا، غتفاجئوا، غادي تقول ليه بلي انا حامله بعدا منك. هشام غادي تصدم، غادي يقول لها ما يمكنش. فهنا غادي يقول لها غادي طيح هذاك الولد، ولكن حوريه غادي تقول ليه لا ما يمكنش، ما غاديش نطيح الابن ديالي. والصدمة الكبيرة هنايا فاش غادي تكون داوية مع هشام، في نفس الوقت با عمر غادي يسمعهم، وتما با عمر غادي يعرف بلي الاب ديال الطفل هو هشام. با عمر غادي تصدم من داك الخبر، ولكن با عمر ما غادي يقول والو، كيف ما كتشوفوا غادي يسترها تاني وغادي يسكت على ديك الفضيحة. وهو غادي يقول لها كيفاش قدرتي حورية ديري بحال هاد الشيء، كيفاش قدرتي انك تضحكي على بنتك، وبنتك اللي انت ديما خايفة عليها انها تمشي لك شي نهار. وغادي يقول ليها حتى داك السر اللي خازنه عليها في الماضي، واش نسيتي السر اللي خزنتي عليها وزدتي سر اخر؟ انت كذبتي عليها، ما قلتيش ليها شكون هو الاب ديالها الحقيقي، وزدتي عاوتاني يعني درتي علاقه مع الزوج ديالها. كيفاش حوريه غادي تواجهي هاد البنت ديالك؟ هنا فاش يبدا غادي يبدا يقول لها بحال هاد الهضره، غادي تسمعهم تاني زينب بنت با عمر. هنا صافي زينب فاش غتعرف الحقيقه غتكون صدمه قويه. غادي تصدم زينب من هاد الخبر، وعاد غتفهم علاش حورية تزوجات بالأب ديالها. وكيف ما كتشوفوا زينب يعني هي راه ما كتحملش شي حورية، باغا غير تفك منها، وكيفاش دير لها باش تفارقها مع الأب ديالها. فهنا حتى هي غادي دير لها مشكل مع البنت ديالها، وغادي تقول في خاطرها كيف ما فارقاتني مع بابا حتى انا غادي نفارقها مع بنتها. زينب غادي تجي عند مروة، وغادي تقول ليها باللي الام ديالك راه دايره واحد الفضيحه، وباللي هذاك الولد اللي حامله به راه الابن ديال راجلك. فهنا مروه عاد غادي تفهم باللي السيده حامله. ومن بعد اخوتي غادي تقول ليها باللي راه دارت علاقه مع الزوج ديالك، ولكن مروه ما غاديش تثيق. فهنا غتجي عند الام ديالها وغتواجهها، وغادي تقول لها ماما شنو من فضيحه دايره ومخبياها عليا. فهنا مروه غتكتشف الحقيقه، وغادي تعرف باللي الام ديالها غدراتها، والزوج ديالها الغدار اللي مزوجه به عن حب، يعني غادي تعرف باللي هو جاي غير ينتقم، وباللي ما عمره ما بغاها. فهنا مروه خوتي غادي تشوفوا ان غادي تصدم، وغادي تبقى تغوت، ما غتعرف مازال شنو غادي دير، ما حيلتها الام ديالها، ما حيلتها لراجلها اللي صدمها. فهنا صافي حوريه فاش غتشوف راسها صافي كحلاتها وما عندها مازال ما دير، فهنا غادي تبغي توضع الحد للحياه ديالها. من بعد اخوتي غادي تشوفوا ان با عمر هو اللي غادي ينقذها، غادي يديها للمستشفى. فهنا مروه غادي تجي تجري عاوتاني باش تشوفها. من بعد اخوتي غتشوفوا ان هشام المصير ديالو غادي يدخل للسجن بسبب هذاك الشيء بعدا اللي دار، وبسبب داك الشيء اللي دار لدلال، لانه هو اللي صفاها لدلال. هشام يعني جاي انه ينتقم على حساب الام ديالو، يعني باغي ينتقم لامه. والام ديالو حتى هي راه عندها دخل في هذا الشيء كامل اللي واقع. الام ديالو حتى هي راها خاينه، لان هشام راه ماشي ولد اسماعيل، هشام ولد راجل اخر. وهشام ماشي غلط، لانه هو كيصحاب للام ديالو، يعني هاد الناس كاملين ظالمينها.
وننتقل كذلك للمحامي المهدي. المحامي المهدي أخوتي غادي تربحوا سناء، يعني ديك القضية سناء هي اللي غتربحها. فهنا المحامي غادي يفشل والقضايا ديالو كلهم غادي يفشلوا، حتى واحد ما غادي يبغي مازال يتعامل معاه. فهنا مراتو غادي تقول ليه كيفاش ان وحده جبتيها ستاجير انها تربحك، يعني مراتو ما غاديش تخليه، وهي اصلا اللي كتعمر له راسو، يعني ما خلاتوش. فهنا المهدي كيف ما قلت لكم غادي يتعصب وغادي يقلب على مراتو الطبله، وفي نفس الوقت غتشوفوا انه غادي يمشي لواحد البار وغادي يبقى يشرب تمايا باش زعما ينسى المشاكل وينسى داكشي اللي دار. فهاد الشيء كامل اللي واقع للمهدي فهو انتقام من القدر، لان آه ظلم ديك السيده الاولانيه. فهنا المهدي وقع ليه هاد الشيء، حيت في الماضي كيف ما شفتوا ان ديك السيده يعني ما خداش ليها الحق ديالها وديما كيدعي عليه. داكشي علاش المهدي المصير ديالو تا هو السجن. اما بالنسبه لحمد، حمد كيف ما قلت لكم انه غادي يترجعوا الام ديال حفصه، ولكن حمد واخا هكاك اخوتي غادي يرجع تاني باغي غادي يجي بغي ينتقم تاني من سليم. يعني كيف ما حطوه في السجن غيبغي عاوتاني ينتقم، يعني داكشي اللي غادي يخليه انه يرجع باش غير يفقس سليم، لان سليم هو فاش غادي يسمع الخبر بلي حمد باغي يرجع لحفصه، فهنا سليم غيرفض تاني وما غاديش يبغي، ولكن ضد فيه غادي يشوفوا ان حمد غادي يرجع تاني لحفصه. فهنا حفصه خاصها انها تزوج بحسن الحمق. فاش غتزوج بحسن، طبعا اخوتي حسن ما غاديش يبغي مازال يعطيها الطلاق ديالها، فهنا غادي يوقعوا تاني المشاكل. وكيف ما كتشوفوا حفصه يعني بعدا غادي تكتشف باللي الام ديالها هي اللي مشات عند حمد وقالت لي عافاك رجع لبنتي، لان ما خاصهمش يديروا بحال هكا، يعني تمشي عنده طلبوا باش يرجع لبنتها، حيت خاص هو يرجع بوحدو باش يتاكد بعدا بلي هو راه باغي حفصه. المهم اخوتي غتشوفوا ان حفصه غتعرف مازال بلي امها مشات عند حمد، غيبقى فيها تاني الحال وغادي تبقى تغوت على الام ديالها وتقول لها علاش مشيتي لعندو. المهم احبائي الكرام، كيف ما عودتكم ديما كنجيب لكم احداث على جميع المسلسلات المغربيه. وكيف ما قلت لكم ان حوريه يعني غادي تواجه البنت ديالها، وغتكون احداث اللي هي جد مشوقه، وغتكون صدمه قويه لمروه، لان هادشي كله شكون اللي دمر فيه بزاف هي مروه. ان مروه ما حيتها للراجل اللي غدرها، ما حيتها الام اللي غدراتها، يعني جوج اشخاص غدروها. كيف العاده اخوتي كنعطيكم احداث على هذا المسلسل الجميل. شكرا لكم احبائي الكرام، مع السلامه.